السلام عليكم خوتي خواتاتي المتابعين ديالي، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم غنحضر معكم واحد الكعك كما شفتوا في الصوره، كعك اقتصادي وزوين وكيجيبني بالنسبه اللي عندهم الوليدات وهادشي. هنا غادي ندير واحد القشور ديال الحامضه، ها شويه ما نكترش، غادي نحكهم، ما نحكش داك البيض كيجي شويه مر، غير القشور ديال الحامضه. ونتمنى يعجبكم الفيديو خوتي، تدخلوا عندي تشتركوا في القناه. وجوج كيسان ديال السنيده، كيسان ديال العنبه. بالنسبه للي ما كيبغيش الحلاوه بزاف راه ما يديرش جوج كيسان كاملين، انا كنفضل ندير جوج كيسان. ولادي كتعجبهم هاد الكعك اللي كندير. هاد الكعك راه كيديروا واحد الجهه في المغرب، اما جهه وجده، اما ما عرفتش. المهم كيديروه بهاد الطريقه وكينقشوه من الجناب. المهم درت قشور حامضه، جوج كيسان ديال السنيده، وجوج كيسان ديال الزيت. عبار كاس العنبه، كنعبر كاس العنبه. والكاس الثاني راه درتو ما عمرتوش بزاف، ما كنبغيش نكتر الزيت. واحد المعالقه تكون كبيره ديال حبه حلاوه نافعه، مخلطاهم بجوج. ومعلقه تكون كبيره ديال الزنجلان. كنخلط داكشي مزيان شويه، وندير واحد الفاني. نتمنى خوتي تدخلوا عندي القناه وتشتركوا في القناه، وإلا عجبكم الفيديو تخلوا لي شي تعليق وشي لايك. ونتمنى تجربوا هذا الكعك، راه كيجي زوين مع ديال الدوازاتي. بصراحه كيعجبني انايا وكيجي زوين واقتصادي، ما فيه لا بيض لا زبده لا غير جوج كيسان زيت، جوج كيسان سنيده، فاني، معلقه كبيره ديال النافع، معلقه كبيره ديال حبه حلاوه، معلقه كبيره ديال جنجلان، جوج كيسان ديال الماء. كنعبر بهذوك الكيسان ديال العنبه اللي عبرت بهم، كنعبر بهم جوج كيسان ديال الماء، ماء عادي من الروبيني. كنخلط هذاك الشيء. وبالنسبه للدقيق، الدقيق راه كيلو ولكن ما كتكمليش كامل، كيبقى منه واحد شويه، شويه ماشي بزاف. راه على حساب الدقيق، حيت كاين الدقيق اللي كيهز ما كيهزش الماء بزاف، كاين اللي كيهز الماء. المهم جوج خمارات، غندير جوج خمارات. درت هنايا جوج خمارات وغادي نخلط كلشي. ونجمع العجينه بهذاك الدقيق، تنجمعها مزيان. المهم ما تجيش قاصحه وما تجيش دايره بزاف. المهم كتجي في القياس، نتوما غتشوفوا القوام ديالها كيفاش غادي يجي. قلت لك هذاك الدقيق راه ما غاديش نديرو كامل، غادي يبقى منه واحد شويه. دخلوا خوتي عندي القناه واشتركوا في القناه، وخليوا لي شي تعليق زوين وشي لايك، ودعموا القناه ديالي. وكنشكر كاع الناس اللي كيدخلوا عندي وكيدعموا القناه ديالي. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. انا بالدعم ديالكم وصلت 15000 مشترك. شكرا لكم بزاف بزاف كاع الناس اللي كيدخلوا عندي، حتى الناس اللي كيسولوا عليا، شكرا لكم بزاف. راه كيجي فيه واحد المذاق زوين بداك القشور ديال الحامض وهذا النافع. وهذا النافع ماشي محدد ضروري ديري 10، الا بغيتي تكتري شويه اكثر من 10 راه مزيان، كيجي زوين، كيجي واحد المذاق زوين. سمحوا لي اخوتي على التصوير راه شويه كيبان عيان، حيت ما عنديش هذيك اللعيبه باش كنصور، باقا ما شريتهاش. علاش؟ راه بعض المرات كيتزعزع التليفون، بعض المرات راني حاطاه في واحد هذا باش كنصور. ما عنديش هذيك ديال التصوير. المهم العجينه ما تجيش قاصحه، راه كتجي رطبه بزاف، واخا ما فيها لا زبده لا بيض لا والو، كتجي رطبه. في الاول كتكون تلصق، ولكن واحد شويه ما كتبقاش تلصق، ما غتشوفوها كي غادي تولي. حتى كنجمع داك الدقيق، كنجمع ديك العجينه مزيان. المهم ما كندلكهاش بحال العجينه، حيت راه كتجي بحال العجينه ديال الحلوى، ماشي كدلكيها، كتحاولي تدخلوا فيها داك الدقيق وداك، تجمعي المكونات. شفتوها كيفاش كتجي العجينه، كيفاش كتبان رطبه. واخا في الاول كتكون كتلصق شويه في اليد،
ولكن في التالي ملي كتجمعيها وهذا ما كتبقاش تلصق. انا معتمده هذا الكعك كنديرو بالنسبه لوليداتي، كيعجبهم الحلوى. بعض المرات ما كتكونش عندك المقادير ديال الحلوى كاملين، خاصك البيض، خاصك الزبده. شفتوا القوام ديال العجينه كيفاش كيجي رطب وما كتبقاش تلصق في اليد. شفتوها كيفاش كتجي. هذه راه تقدري ديريها حتى بالبوق ديال الحلوى. هاد العجينه هاد العجينه تقدر ديريها بالبوق، تشكليها بالبوق الا بغيتي، وتقدري تشكلوها بالماكينه، هذيك الماكينه ديال الحلوى اللي كتخرج هذيك الحلوى الطويله بحال الحلوى ديال ما عرفتش ديك الحلوى سميتها. المهم راه تقدروا تشكلوها حتى بالبوق حيت كتجي رطبه وزوينه. المهم هنايا راني كملت العجينه، حطيتها غطيتها، ودابا غندوز نصاوبها. ما تديوش اخوتي على اللاطه راه عندي الفران ديال الغاز، كان عندي ديال الضو ولكن ما خسر ليا حيت ماشي جديد، شاريه قديم وخسر. ودابا كنطيبها في الفران ديال الغاز. شفتوا كيفاش كندير ليه هذاك الكيس، راه غير كنعبر عليه باش يجي قد ما يجيش شي كبير وشي صغير. ما كنحاولش نغلظها بزاف حيت كتنفخ واحد شويه، ما كنبغيش باش ما تجيش منفوخه بزاف وغليظه. شفتوا اخوتي الحرابل كيفاش ندير، كنشكلهم حريبلات راه ما تفك ما والو، راه كتجي زوينه في المذاق ولا في العجينه حتى هي كتجي زوينه. نتمنى تجربوها. ديال دوز اتاي بالنسبه اللي بغى يديرها بحال هكايا. هي راه قلت لكم انا شايفه يمكن المنطقه ديال وجده كيبانوا ليا كيديروا هاد، ما عرفتش اش كيقولوا لي كعك ولا ما عرفتش كيقولوا ليه هما، كيديروه يمكن في المناسبات وكيشكلوه. والمقادير ما عرفتش واش هادو هما المهم انا هاد الطريقه معتمده عندي كنديرها دائما. المقادير ما عرفتش واش هما هادو المقادير اللي كيديروه هما ولا لا، ولكن كيبانوا لي كيديروا ليا بحال هكا وكيزوقوه من الجناب. هذاك كيزوقوا به الحلوى بحال عندو السنينات، ما عرفتش شنو سميتو، مشات ليا سميتو. المهم كيبانوا ليا كيديروها حتى هما بحال هكايا. انا ولادي كيبغيو الحلوى وكيتعجبهم هذيك الحلوى ديال السوق اللي كتكون في السوق، وكنفضل انا نصاوبها ليهم هنايا بحال هذا ما نجيبش ليهم ديال السوق. وكيبغيو بحال هكا كيديو معاهم في شي حاجه في الكوتي ولا شي حاجه للمدرسه، كنقول اللهم نصاوبها ليهم ويديوها معاهم بحال هكا في بلاصه شي حلوى اخرى. كتعجبهم بزاف، كتجيني ساهله في الخدمه دغيا كتصاوبيها، ما كتعطلكش، ما كتشدش لك اليد بزاف، وتا المقادير ديالها كيجوني ساهلين. هنا راني زربت لكم الفيديو باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف، راني تاني ما بغيتش نزربو بزاف على حساب باش تشوفوا الطريقه كيفاش. هذاكشي علاش زربت شويه الفيديو. نتمنى تعجبكم الطريقه ويعجبكم المقادير ديالها، راهم ساهلين وبساط، ونتمنى تجربوها وتعجبكم، راها زوينه. ونتمنى تدخلوا عندي القناه وتشتركوا في القناه، تخليوا لي شي تعليق وشي لايك زوين بحالكم، شي تعليق زوين. شكرا لكم، شكرا لكاع الناس اللي كيدخلوا عندي وكيدعموا القناه ديالي، شكرا لكم بزاف بزاف. هنا راه غندخل لاطه الفران وغنصاوب الكميه اللي باقا ليا. هنا ما بغيتش نطول عليكم الفيديو، ها الشكل ديالها كيفاش كيجي، ونتمنى تعجبكم. وشكرا لكم بزاف كاملين.